أبو خالد، شلون جات فكرة الكويت والدراسة بمعهد الفنون المسرحية، خاصة يعني في ذاك الوقت؟ يعني الدفعة كنتوا 6 أشخاص صح؟ اي دفعتنا تقريبا. انا اقول لك مشكله شلون جات الفكرة؟ انت الحين انا ويا وحده ما شاء الله تعرف تفاصيل لا التفاصيل. لا مش قوي. احنا دفعتنا كنا كلنا كنا 9 اعتقد او 7. ديكور كان عبد العزيز عبد الحميد وجمال المطوع ووفاء المير. وفاء المير ام خالد زوجتك؟ ايه. وانيس الغريب في النقد وياي في التمثيل زميل دربي مريم زيمان وسناء نعم. يونس. نعم. وابراهيم خلفان. هذه الدفعه احنا. ومن الكويت؟ من الكويت الفنان محمد المنصور. ايه محمد منصور دفعتي. ابتسام حسين. ابتسام حسين الله يرحمها. دفعتي. وعلي حسن الممثل القطري ايضا دفعتي. بس احنا الفرق ان احنا كنا نخلص توجيهي نروح. هم لا كانوا موظفين وانا ما بكبرهم. نعم. محمد وعلي نوجه لهم تحيه جميعا. اكيد اكيد. وانا يعني من المحظوظين ان اشتغل مع اسماء مثل ذي. طبعا احنا انظلمنا بسبتهم لان بعض المدرسين للاسف لما يوزعون الادوار يعطون الاسماء المعروفه. نعم. عبد الله، انتم يعني تتلمذتوا، كانت لكم فرصه انكم قابلتوا اسماء كبيره بالمسرح، سعد دردش، المنصف السويسي، واحمد عبد الحليم. شو ممكن نقول اهميه هذه المرحله؟ شو تتذكر من هالمرحله؟ شو اللي بقى في الذاكره؟ شوفي الحلو انه كانوا متنوعين. كان دكتور سناء شافع، طارق عبد اللطيف، فتحي الحكيم، سعد أردش، منصف السويسي، احمد عبد الحليم. طبعا انا ما اقلل من البقيه، ولكن احمد عبد الحليم وطارق مدرسه، سعد أردش مدرسه، منصف السويسي مدرسه شمال أخرى. افريقيا. سعد أردش يعلمك المسرح الكلاسيكي، الاصول، التقاليد، حتى احترام الوقت، التزام، توجيه، كيف اتعامل مع المخرج، كيف لازم نبحث، وحتى اختياره للنصوص يكون تشيكوف، يكون هذه الاشياء. المنصف شوي مودرن اكثر. يعني اذا علمنا واحد القواعد الكلاسيكيه سعد دردش واحمد عبد الحليم، اللي علمنا كيف نتعامل مع المسرح الان هو المنصف. نعم، الخروج يعني من هذه اي استفيد من الكلاسيك ذي والمسرح الكلاسيكي القديم والحديث والروماني والمعاصر، كل مدارس المسرح. نعم. ولكن الان كيف استفيد من هذا واتعامل معه الان. المنصف كان لان من كان المفضل عندك؟ انا طبعا تحب محاضراته؟ لا المنصف. يعني الله يرحمه سعد دردش استاذ. يعني للحين نحس نعم. قسوته هي اللي علمتنا تأسيسية. نعم. ونحترمه، ولما نشوفه قبل فتره قصيره يعني الله يرحمه نلاقيه لازم تقبلينه على راسه. يعني هذه على راسه. زين، مو اي كلام، راسه بعد. المنصف أنا دائما أرجع الفضل في شغلي في المسرح إلى اثنين، المنصف السويسي وكان في زميل دراسي يدرس ديكور الله يرحمه اسمه صالح الفضل. المنصف كان يعطيني الثقة في نفسنا أكثر، ولازم نشتغل ولازم نجرب أدواتنا ولازم ما نكون خجولين وما نكون هذه الأمور ولا علاقة شوي بالسياسة والأمور. نعم. إن المسرح ليس للمسرح والفن، يعني لا يؤمن بالفن للفن. المسرح للناس. نعم. صالح الفضل الله يرحمه كان يعلمنا، كان دائما يذكرني ابوك يشتغل، انتم اخوان، شلون درستوا وليش انفصلوا، بيئتكم الفقيره، بيتكم يخر، ابوك فقير، رباكم شلون، يعني ما تنسلخين من واقعك. فان انت لازم تخدم هذه البيئه الحين، فريجك، ناسك، يرجعك لجذورك وخصوصيتك ومحليتك. اما المنصف السويسي له مشروعه، مش بس محاضر ومدرس، له مشروع بالمسرح الحين. هذا واقعك فنيا كيف تنقله. نعم. بالمعهد طبعا وشقاوه هالطلبه، طبعا كنت تحب تغني بالباص صح؟ كنت تحب تغني 4 سنوات كنت تغني اغنيه واحده. سمعت مرة الفنانة مريم زمان نوجه لها طبعا التحية، أم بدر. شو كنت تغني؟ هي أغنية أعتقد عراقية. أنا مركب عليها كلام. شو اسمها؟ حبيت بنت 14.
حبيت بنت 14 تميت منام الليل. يعني هاي قبل إيه، هاي الفنانه أغنية نوال، عراقية. يعني مش 4 سنين لا وانت دي طالع 4 سنين بالعيون، تطالع بعدين هذه طلعت. صار بلقان ولا ما. لا نعم. هذه فكنت اغنيها، فالظاهر انه لان انا زوجتي الله يخليها لي ان شاء الله وحبيتوا بعض كانت وياي بالكويت؟ في الباص. حبيتوا بعض بالكويت؟ يعني خلي مستور، يعني اوكي عجبنا ببعض. إيه. انزين ممكن ليش يقولين الحب مش حبينا بعض. ستر؟ الحب مش ستر لا يعني؟ كان حب عفيف الحمد إيه. لله، وكان إيه. من طرف واحد لمده 4 سنوات ونص. بعدين حاطين مخفي على السياره. حب من طرف واحد. لا في باص، حب في باص طبعاً مكشوف. الباص مخفي. ايه. طيب ممكن نقول ان الكويت طبعا مرحله مهمه جدا في حياتك، وانت دائما تقسم تقول علاقتي بالمسرح قبل الكويت وبعد الكويت. في مسرحيات قدمتها يمكن نرجع لزمن البطيخ؟ ايه زمان إيه. البطيخ حق إيه. الشاعر الكبير الله يعطيه الصحه والعافيه عبد الرحمن رفيع، نعم. واخراج الفنان القدير سعد الجزاف. وهذه في 74. هذه الفرقه المسرحيه اللي كانت في نادي الجزيره اللي الحين يسمونه الحاله. في 74 طلعت من النادي وسوت له فرقه مسرحيه. كان قبلها في مسرح اوال، بعدين مسرح الجزيره. كان في فترات في ايضا مسرحين، المسرح الشعبي ومسرح الاسره يسمونه اتحاد الاسره. هذه اول مسرحيه افتتحوا به، وافتتح مقرهم ولي العهد ملكنا حاليا. نعم. كان ولي العهد الله يحفظه يطول عمره، هو اللي افتتح مسرح الجزيره اذكر. وما ادري في صوره أنا طرشت لكم او شلتها، انا صغير كنت اسلم عليه، ما ادري طرشت لكم او لا، كانت موجوده. هذه زمان البطيخ في 74. بس كنت ما قبل الدراسه هذا الدور الوحيد الرئيسي اللي سويته. نعم. بعدين كلها ادوار نعم. صغيره. ابو خالد انا راح امر على اسماء مسرحيات، ويا ريت تقول شغله يعني عباره واحده تختصر فيها تجربتك مع هالمسرحيه، شلون تنظر لها اليوم؟ طبعا زمان البطيخ ممكن نقول البدايه الحقيقيه. واول 15 دينار تحصل عليه. اول اجر حصلته كان 15 دينار صح. توب توب يا بحر. توب توب يا بحر زاد اجري صار 20 دينار لان قدمناها في البحرين وفي الكويت. رحنا لتصنيف الاجور. ايه بس طيب لا كانت يعني اول سفره لي في حياتي. إيه؟ نواخذة الفريج. نواخذة الفريج كانت يعني كان دوري تكميلي كلش يعني وما كان دوري الرئيسي. انا جيت في الصيف شو انا رحت ادرس، جيت في الصيف وكان عندهم ممثل ما خلوا الشغل يروح او شيء، فمكيجوني سووني رجل كبير. يعني. ايوه علشان اسافر، كانوا بيسافرون بيقدمون المسرحيه عشان السفر يعني مو عشان المسرح. بيون الامارات. قابل لكل العصور. اي قابيل البدايه الحقيقيه اللي البطوله المطلقه مثل ما يقولون، ويكفي ان هي من اعداد الله يرحمه كرم مطاوع ومع مجموعه الخريجين والطلبه. كنا احنا كخريجين وطلبه نسوي في الصيف كل صيف نلتقي ونعمل عمل اكاديمي يعني ونتعلمه. نعم. نهديه للجمهور البحريني. حلو. واخراج الاستاذ الفنان خليفه العريفي. عطيل يعود اول اخراج مسرحي لي. فطبعا شيء اعتز فيه. يعني ما سمعت نصيحه استاذك سعد اردش قال لك انت ما يعني لا تخرج اي عمل الا بعد 20 سنه، كسرت النصيحه هذه؟ شوفي هلا قلت لك الكلاسيك يعني استاذ سعد اردش الله يرحمه سمع ان انا في الكويت واحنا ندرس في سنه رابعه وانا دراستي اسمها تمثيل واخراج مسرحي. المفروض تخرج، المفروض يعني اعرف. الحين يخلونهم يخرجون، قبل لا بس تمثيل تتعلمين الاخراج من النظري من الشرح من اسلوب الاستاذ. فاخرجت انا اوبريت غنائي لاتحاد طلبه البحرين الفرع الكويت ذيك الفتره هناك. نعم. وسمع يعني نزلني الارض ووبخني توبيخ. وانت مين اللي علمك الاخراج وانت فاكر الاخراج إيه؟ حاجه سهله قلت له على انا متى بخرج؟ باقي شهرين واتخرج يعني متى بخرج؟ قال لي انا اقول لك انت بعد ما تتخرج 5 سنين تشتغل مساعد مع احسن مخرج عندكم في البحرين، وبعدين 5 سنين تخرج باشراف، انت الحين مساعد مخرج، لا. نعم. بعدين يشرف عليك مخرج. نعم. وبعدين 5 سنين ثانيين يعني 20 سنه تخرج مسرحيه ربع ساعه ثلث ساعه. نعم. فيه ممثله واثنين. نعم. قلت له يعني انا عمري 90 اخرج مسرحيه واحده. من كان ايامها اهم مخرج في البحرين؟ يعني النموذج. والله يعني انا يعني اللي وعيت عليهم اللي شفتهم
سعد الجزاف انا تعاملت وياه لانه من ايام النادي من 69 ل 85 وهو اللي كل عمل اسويه هو المخرج. لان عديلك اخو عديلك نسيبي. اخو نسيبك. اخو سعد الجزاف ايضا فنان. ريل اختك. اوكي. سعد الجزاف فنان ممثل ومخرج، اخوه كان ممثل ومؤلف محمد الجزاف، وهو يصير زوج اختي. نعم، يعني بالواسطه بعد يعني. على فكره في مرحله الجزيره وما بعد الجزيره، طبعا كنت مع الجزيره وانفصلت عنهم او فصلوك. يعني فصلوك صح؟ خليها على الله. رحت لأوال. شو القصه؟ شلون فصلت يعني في يعني هو تقدرين تقولين سوء تفاهم، عدم توافق فكري وفني، وصار الخلاف. هم توقعون لما يفصلوني لان انا رابي في المسرح، فمستحيل يعني اذا الابو بيقول حق ولده اطلع برا بيطلع بيزعل بس بيرد. هم نعم. توقعوا ان انا برد. نعم. ما عرفوا ان انا ماخذ من عناد ابوي الله يرحمه. خلاص انت جرحتيني، يعني خلاص مستحيل يعني انا يعني اي اتنازل واقول اسمح لي، يعني نعم. اسمح لي ما اقول اذا انا مو بغلطان. لو شيء يصير. نعم، في نفس الفتره كانوا متحسسين من نادي هم الجزيره الرياضي. اي يعني هذه ايضا قضيتهم بروحهم. فهم توقعوا ان انا بايي بقول انا سوري ما اقول. فيحاولوا وبعدين يرجعوني وارجع وقلت لهم لا. طلعت لأوال طبعا. أوال طبعا لما عرفوا ان انا كان عندي اوريدي مشروع عمل وصار خلاف وطلعت من الجزيره، فقالوا لي هذه مسرحك ومو شرط تصير عضو عندنا، واذا حبيت تقدم